نهني كل الامهات الموجودات ويانا. زمن سهرتي. زين اعطوني غير اسم لها غير المدائن. طيسفون. يسموها الطيسفون بالفارسيه ويسموها سلوقيا بالاغريقيه. اليوم السفرة الثانية من مشروع بالويكند، جينا سلمان باك. جرت العادة التراث البغدادي انه يزورون سلمان باك ب 21 نوروز. نزور طاق كسرة، بنفس الوقت نزور المرقد الصحابي سلمان المحمدي، وبعدين وراها نروح البستان مثل ما كانوا اهاليتنا قبل بايام الخير يسوون، نتغدى ونلعب ونغير جو بنوروز. فشيء جدا يسعد انه الانسان يحس انه العوائل البغداديه عادت مره ثانيه تمارس نشاطاتها وتطلع سفرات وترجع الأماكن مرة ثانية، الأماكن السياحية، رغم الإهمال ورغم كل ما عاناه البلد، لكن الحياة ما زالت مستمرة، والإنسان العراقي يحب الحياة، وهذا ديدنه، هو ابن التاريخ العريق، هو ابن هذه الحضارات. باعتقادي انه مبادره بالعطله مبادره رائعه وفريده من نوعها. قدوا ينظمها شباب، هدفهم انه يثيرون الثقافه العامه بين المجتمع، وبنفس الوقت يروجون لاثارنا وتاريخنا وحضارتنا. هاي المعالم الاثريه اللي عندنا والحضاره العملاقه اللي تمتد من الموصل الى البصره مهمله. دورنا كشباب عراقي نحاول قدر الامكان ان نسلط الضوء لهذه الاثار، ونحاول نثقف الناس ونعرفهم بتاريخهم، بعظمه هذه الارض اللي هم ساكنين بيها. كذلك ان نحاول نشجع السياحه الداخليه بنفس الوقت. كثير من الشركات السياحه تحاول انه تصدر سواحنا الى خارج العراق، لكن احنا نحاول نسوي العكس، انه نستثمر السياحه داخليا، نستثمر السواح داخليا بحيث نروج لهم لهذه المعالم.